بعد فتح الملفات التي تريدها بعد استعراض جميع الملفات الموجودة. امتدادات ملفات فوتوشوب. هناك بعض الامتدادات الشائعة في فوتوشوب التي تمكنك من عملية الحفظ حسبها، وكذلك يمكنك الفتح حسب امتدادات معينة. لحفظ هذا الملف يمكن من فايل اختيار الأمر Save As، ثم تحديد نوع الملف الذي تود الحفظ به. يمكن الحفظ حسب الامتداد BSD وهي ملفات خاصة بفوتوشوب، أو ملف صورة BMP أو GIF، أو ملف من نوع EBS، أو ملفات بالامتداد GPG، أو ملف تنسيق فوتوشوب كبير BSB، أو ملفات صورة BCX إن أردت ذلك، أو ملفات من نوع PDF خاصة ببرنامج أكروبات يمكن فتحها ببرنامج أكروبات. كذلك ملفات BICT وهي ملفات خاصة بالماك أو الماكنتوش، أو ملفات BXR أو ملفات BNG أي ملفات شفافة، أو ملفات من نوع TIFF. إذا يمكن حفظ الملف بأحد الامتدادات الموجودة هنا. كما يمكنك فتح الملفات من فايل اختيار Open، فتح جميع التنسيقات الموجودة هنا. يمكن فتح أي ملف بالامتداد BSD، أو ملفات 3D Max بالامتداد 3ds، أو ملفات BMP، أو ملفات RAW أو Xenon، أو غيرها من الملفات الموجودة هنا GIF أو EBS، أو ملفات Adobe Illustrator، أو ملفات GPG، أو ملفات تنسيق دوكيمنت كبير BSB أو BCX، أو ملفات من نوع PDF خاصة بالأكروبات أو BNG أو BCT وغيرها من التنسيقات الموجودة هنا. إذا يمكن فتح الملفات أو حفظها حسب الامتدادات التي ذكرناها. حفظ ملف لأول مرة. يمكنك حفظ ملف لأول مرة بعد إنشائه، وذلك كما يلي. سوف نقوم بإنشاء ملف جديد من فايل، ثم اختيار الأمر New، ثم نبقي على جميع المواصفات الموجودة هنا، ثم ننقر على أوكي. الآن سوف نقوم بعمل تدرج لوني على سبيل المثال باستخدام أداة التدرج اللوني بين اللون الأبيض والأحمر كما سنتعلم لاحقا. لاحظ هنا هذه الخلفية. ثم نقوم على سبيل المثال بإضافة نص حسب حجم معين. على سبيل المثال من القائمة سوف نختار أن نكتب النص TFI، ثم ننقر على الأداة الخاصة بالتحريك لعملية تحريك هذا النص إلى المنتصف. الآن نريد تخزين هذا الملف باسم جديد. من فايل سوف نختار الأمر Save أو Save As. عند الحفظ لأول مرة على الملف سوف نختار إما أمر Save أو Save As. سوف نختار Save As، ثم نحدد مكان التخزين من القائمة الموجودة هنا ضمن المستندات، ثم نحدد اسم الملف. على سبيل المثال اسم الملف TFI1، ثم ننقر على زر Save، ثم ننقر على OK إن أردنا ذلك. سوف يتم حفظ الملف بالاسم TFI1.BSD لأنه ملف فوتوشوب كما حددنا ذلك. حفظ ملف بعد التعديل. يمكنك إجراء تعديلات على الملف ثم حفظه بنفس الاسم، وذلك كما يلي. سوف نقوم بإجراء بعض التعديلات، مثلا نغير في لون الخلفية. على سبيل المثال نختار طبقة الخلفية من Layers، ثم نغير التدرج اللوني إلى اللون الأزرق على سبيل المثال. الآن سوف نقوم بعمل تدرج لوني باستخدام أداة التدرج اللوني. لاحظ ذلك أصبح هذا التدرج اللوني. الآن سوف نقوم بالحفظ على نفس الملف باختيار فايل ثم اختيار الأمر Save ليتم الحفظ على نفس الملف الحالي. أما إذا قمت بعمل التعديلات وتريد الحفظ باسم ملف جديد فسوف تقوم بما يلي. الآن قم ببعض التعديلات. على سبيل المثال نريد اللون الأخضر، ثم قم ببعض التعديلات. لاحظ اللون أصبح الآن أخضر. الآن نريد الحفظ باسم ملف جديد غير TFI1. إذا من فايل سوف نختار الأمر Save As وليس Save. Save يقوم